أهلين، شو الأخبار؟ عاملين ايه؟ حصل أحداث كتيرة الفترة اللي فاتت. آه كفيلة تغير الموازين. عارفة. انتوا قد ايه محبطين دلوقتي وخايفين قد ايه وعكيتوا قد ايه. امتحان الكيمياء جه صعب. مش عارفة، أنا بصور دلوقتي وقت امتحان الإنجليش بتاعكم، فمش عارفة امتحان الإنجليش هيجي صعب ولا لأ. بس أنا بصور لكم الفيديو الخاص بالفيزياء. بس قبل ما أبدأ الفيديو، أول حاجة عايزة أقولها لك ما تنساش إن أنت تصلي على النبي. تاني حاجة عايزة أقولها لك، قدر الله ما شاء فعل. ايا كان انت عملت ايه في العربي وعملت ايه في الكيمياء وعملت ايه في الانجليش وعملت ايه في الجغرافيا، ايا كان اللي انت عملته هو قدر الله ما شاء فعل. خلاص ده حصل. ان انت تقعد تزعل او تعيط على اللي فات ده مش هيرجع لك اي حاجه. انا عايزه اقول لك على حاجه. في ناس منكم بعتين لي على الخاص وبعتين على الجروب بتاع التليجرام، انه اللي بتقول مثلا قدام باباها ده في واحده نطت مش عارفه انتحرت وكده، فهو قال لها ليه ما عملتيش كده. اللي هو انتوا مش فارقين مع اهالي. ولكن انا هرجع واقول لك انت بتعمل حاجه لنفسك. محدش عاش الرحله ولا حد تعب غيرك. حتى لو هقول يا عم ان انت مستهتر وما تعبتش، ولكن انت حاولت لاخر ثانيه ان انت تتعب. فما تحملش نفسك فوق طاقتها حرفيا. ربنا مش بيديك حاجه وهو عارف ان انت مش قدها. امتحان الكيمياء جه صعب، جه صعب على الكل. العربي جه صعب، جه صعب على الكل برضه. تمام. الانجليش انا ما اعرفش هو لسه صعب ولا سهل، انا بصور لكم وانتوا في الامتحان دلوقتي. ولكن دلوقتي هنتكلم عن الفيزياء. هتسمع مين، هتحل ايه، وهتمشي ازاي الكام يوم اللي قبل الفيزياء. النهارده الحد معاك، حد واثنين وثلاث واربع، معاك 3 ايام ونص. تمام. لان انا بعتبر ان يوم الامتحان ده بيبقى ضايع معاكم في النوم. ف آه معلش الموبايل فصل. فانا بعتبر ان نص اليوم اللي بيجي بعد الامتحان ده بيبقى ضايع معاك. فهنعمل ايه؟ رقم واحد، انت اول ما تشوف الفيديو ده دلوقتي قوم صلي ركعتين واستعوض ربنا في اي حاجه انت عملتها في الامتحانات اللي فاتت. عارفه ان انت جالك لا مبالاه وان انت مش عايز تذاكر اي حاجه بسبب الفيزياء، بسبب قصدي الكيمياء والعربي، والله اعلم انجلش ولا لا. ولكن ايا كان اللي انت عملته قدر الله ما شاء فعل. قوم صلي ركعتين، استعين بالله ونبدا. طيب هنبدا نعمل ايه؟ اول حاجه عايز تسمع مين؟ ايا كان المدرس اللي انت معاه، انا مش هقول اسامي المدرسين. المدرس اللي انت معاه هينزل محاضرات مراجعه وهينزل لايفات وهينزل كل الكلام ده. كل الكلام ده بقى تابعه معاه، ما تجودش من دماغك. كل مدرس هيعمل لك جدول. طيب اهم حاجه بالنسبه لي ما تخشش الامتحان الا وانت حالل ال10 نماذج الاسترشاديه. رغم صعوبه امتحان الكيمياء ولكن في اسئله جات كتيره من الاسترشاد. تمام. هو يمكن امتحان الكيمياء كان بجانب ان هو صعب كان طويل، وده كان مؤثر عليكم جدا ان انتوا ما لحقتوش تخلصوا. تمام. ولكن دلوقتي كل مطلوب منك انك هتستعين بالله وتبدا الفيزياء على نضاف. طيب ابدا ايه؟ هتبدا بالابواب اللي واقعه منك نهائي. طيب لو انت اصلا انت شخص متفرج على الشرح بس ناسيه، هتبدا بالابواب اللي واقعه منك ان انت تذاكرها لوحدك او حتى لو هتتفرج لها على شرح. تمام. بعد كده الابواب اللي انت مذاكرها بس حاسس ان انت ناسيها هترجعها كشرح كده كتابه، مش هتتفرج. تمام. بعد كده هتبدا ان انت تحل. مش عايزاك بكل غباء تبقى عارف منهجك وتبقى مذاكره مرة واثنين وثلاثة أو حتى مذاكره مرة واحدة، ومجرد إن أنت مش فاكره تقعد تضيع لي الأيام اللي قبل الامتحان تضيعها في المراجعة. المراجعة اللي هي تقعد تتفرج لي على فيديو 11 ساعة ولايف وغيره وغيره. آخري بالنسبة لي في وجه الاستفادة اللايفات بتاعة الحل والحل لوحدك. وإن المراجعة دي إن أنت تتفرج على الشرح دي أنت تبقى مراجعه لوحدك من غير ما تتفرج على شرح. لان انا بحس ان انت لو اتفرجت على شرح وانت اصلا متفرج على شرح على مدار السنه بحس ان انت بتكون بتضيع وقت. فانا شايفه من وجهه نظري ان انت دلوقتي بكامل قواك العقليه تعمل ايه. اول حاجه تستعين بالله. تاني حاجه تكتب ال8 فصول قدامك كده، فصل اول، فصل تاني، فصل تالت. هتشوف الفصول اللي معاك نص نص والفصول اللي انت ابيض فيها. الفصول اللي انت ابيض فيها هتبدا ان انت تتفرج لها على شرح. الفصول اللي انت نص نص هتبدا تراجع الشرح بتاعها من الكتاب او الملزمه او مصدر مذاكرتك اللي انت بتذاكر منه طول السنه. تمام. طيب يا نور انا مراجع وخلصت وعايزه احل. اول حاجه هتبدا تحل ان انت شوامل. هتحل شوامل تدرب نفسك فيها، تظبط 3 ساعات في الشامل كانك في الامتحان، واظبط وقت لكل حاجه. تمام. درب نفسك ان انت تخلص الامتحان في اسرع وقت. ماشي. شامل في التاني في التالت هتلاقي نفسك ماشي كويس. هتروح بقى داخل على النماذج الاسترشاديه، تهيئ نفسك في جو الامتحان. يعني مثلا لو انت لجنتك في الامتحان ما فيهاش مروحه، اقفل المروحه عليك كانك في اللجنه بالظبط. تمام. طيب هتعمل ايه؟ هتبدا برضو ان انت تحدد وقت وتسابق الزمن. انا بالنسبه لي الوقت اللي قبل الامتحان ده
انسب وقت ان انت تقعد تسابق فيه الزمن ان انت تحل امتحانات في وقت قصير، عشان انتوا بتبقى بتسيبوا الوقت يسرقكم في الامتحان ده باختصار شديد جدا. هتقولوا لي لا، هقول لك بص، امتحان الكيمياء صعب على الكل ومش بقول حاجه عكس كده والله، ولكن في شخصيه انا بتعامل معاها قالت لي ان هي كانت بتاخد عند المدرسه دي بتخليهم يسابقوا الزمن. يعني ايه؟ يعني السؤال مثلا بالتفكير في كله هياخد 5 دقايق، هي تقول لهم حلوه في دقيقتين، وفضل يتدرب على ده على مدار السنه. فهو الشخصيه دي قالت لي ان هي حلت ورجعت وخلصت قبل ما الوقت يخلص، لمجرد ان هي كانت متدربه ان هي تسابق الزمن. فحسيت ان دي اكتر حاجه فايتاكم وفايته المدرسين ومش بيكلموكم فيها، ان انتم تسابقوا الزمن بجد. انتوا لو سبقتوا الزمن هتلاقوا الوقت قضى معاكم. لو وصلت لغاية هنا من الفيديو عايزة أقول لك ما تنساش إن أنت تصلي على النبي وتستعين بالله في اللي جاي. وصدقني ثانوية عامة مش آخر الدنيا. أنا مش هقولك بقى إن أنا الفئة الحلوة اللي جابت 99% ومبسوطة بنجاحي، لأ، أنا كنت جايبة مجموع وحش جدا، بس أنا دلوقتي داخلة سنة رابعة كلية. بحب أقول لك إن حياتي عمرها ما وقفت بعد ما جبت مجموع زي الصفر، فهي مش هتقف وهتكمل. واسعى، الشاطر اللي يعمل فلوس في الآخر، والشاطر اللي ينجح في حياته في الآخر. ثانوية عامة مش آخر الدنيا. وبس كده، سلام.